السلام عليكم، مرحبا بكم بخبر في دقيقة. أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن مانشستر سيتي ونابولي أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب المغربي الدولي بلال الخنوس لاعب جينيكا البلجيكي. وذكرت شبكة HLN أن مانشستر سيتي ونابولي يحاولان اكتساب اللاعب المغربي بلال الخنوس، وسيكون هذا أغلى انتقال في الدوري البلجيكي. وأفاد المصدر نفسه أن مانشستر سيتي ونابولي هما الناديان اللذان يتابعان عن كتب لاعب الوسط المغربي البالغ من العمر 18 عاما، وتريد إدارة جينيكا الاحتفاظ باللاعب لمدة عام ونصف آخر على الأقل حتى تزداد قيمته السوقية ليصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري البلجيكي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء.